إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي وأخواتي الطيبين الخيرات. حبيباتي، النهاردة جاي لكم بمشروعين منتهى الروعة. سبحان الله، احنا في شعبان وداخلين على رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعنا في شعبان ورمضان على كل عمل يرضى به عنا، وأن يجعلنا من السابقون السابقون أولئك المقربون. سبحان الله، خلاص وقفنا استقبال الفلوس لسوريا. وفكرت حبيبتي أبلة نجاة مسؤولة عن جمعية الذاكرات إنها تخلي شعبان ورمضان لمشروعين. مشروع إطعام الطعام شنط من خلال شنط رمضان، ومشروع سقي الماء على هيئة وصلات مياه صدقة جارية. طبعا ولا يخفى عليكم أجر الاثنين. إطعام الطعام تدخلوا الجنة بسلام، وأنا بحب الحديث ده جدا. النبي قال: صلوا بالليل والناس نيام، أفشوا السلام، اطعموا الطعام. طب جزاء الثلاثة دول إيه؟ تدخلوا الجنة بسلام. تعرف يعني إيه بسلام؟ يعني يدخل عليك ملك الموت سلام عليك، مفيش لك يعني مشاكل. تنزلي القبر هنيئا لك، تخرجي من القبر لا خوف عليك ولا أنتم تحزنون. سلام سلام إلى أن تضعي قدميك في الجنة. سلام، ملكيش بقى الأهوال والعذاب ولا كل ده. فإطعام الطعام عبادة انتي ما تسيبهاش أصلا طول حياتك، ودي فرصة من خلال شنط رمضان، فرصة ان انت تحط في يدي أمينة تقدر توصل لك وتعمل لك شنط جميلة. وانتوا عارفين الغلاء وأسعار دلوقتي الحاجات دي بتبقى غالية. فحتى اللي هو يعني حياته متوسطة ممكن تلاقيها نازلة شوية بسبب الغلاء دلوقتي. فتخيلي كمية إدخال السرور اللي هتدخليها على أسر فقيرة. أما وصلات المياه فدي لأسر بيكون ما عندهمش مية أصلا، بتبقى في صعيد مصر، وبتبقى في قرى غير صعيد مصر. حاجتين: يا إما بيكونش عندهم مية خالص فبيشتروا مية للأكل والشرب والحموم وكل الكلام ده، الاغتسال وكل ده، وفي منهم عندهم مية في الحنفية بس مش ما تنفعش للأكل والشرب، فبيضطروا برضو يشتروا مية. والمية حياة، الحمد لله رب العالمين. اما نفتح كده الحنفية وينزل مية نقدر نعمل بيها كل احتياجاتنا، دي نعمة بجد. يعني الواحد كفاية عليه الأكل والشرب، الأكل كمان يشتري الشرب. فسبحان الله، هؤلاء الأسر الفقيرة كل واحدة محتاجة وصلة مية بس في بيتها من الحاجة العمومية في الشارع، علشان يدخل لها مية تقدر تشرب وتاكل وتتوضى، وكله في ميزان حسناتك أو حسنات اللي هتعملي له سواء كان حي أو ميت. فصدقة جارية عظيمة جدا وسعرها مش غالي، بس طبعا كل واحد يتبرع باللي يقدر عليه. اللي تقدر عليه تتبرع، مفيش مشكلة خالص. فالحمد لله رب العالمين، دي صدقة جارية عظيمة في الشهرين دول. ولا يخفى عليكم النبي كان كالريح المرسلة في رمضان من الخيرات. احنا بنعمل لنفسنا، ده بنك الآخرة. والحديث ده أنا بحبه جدا جدا جدا، وإن كان في خلاف بين أهل العلم، منهم من ضعفوه لفظا، ولكن هو معناه صحيح. وفي بعض أهل العلم حسنوا الحديث، وهو حقيقي معناه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلم، لما تكسي مسلم تجيبي لأي حد هدوم مثلا، على عري كساه الله من خضر الجنة. أما تكسي إنسان مسلم كان محتاج، ربنا يكسيكي من خضر الجنة. طيب، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. شفت الروعة دي؟ شفت التجارة مع الرحمن الرابحة دي؟ وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يعني يا بختك في كل الأحوال. فيا حبايبي، شعبان كله ورمضان كله مفتوح لشنط رمضان، ومفتوح لوصلات المياه اللي إن شاء الله عايزين تشاركوا فيها، وهي صدقة جارية عظيمة. اللي عايز يتصدق ويتبرع، عندك رقم مصري هنحطه لك، حولي عليه من أي فرع فودافون كاش، وابعتي على الواتساب: السلام عليكم،
الفلوس دي لشنط رمضان، لوصلات المياه، لازم تكتبي له. ده رقم جديد غير بتاع سوريا، ده رقم جديد خاص بوصلات المياه وخاص بشنط رمضان، واللي ماسكه رجل برضه. تمام. خاص بشنط رمضان خاص بوصلات المياه خلال شعبان ورمضان. تمام كده يا حبايبي، ده فرع الذاكرات في مصر. فكل اللي عليك تبعتي على فودافون كاش وتبعتي له صورة الحوالي، السلام عليكم ده شنط رمضان، ده وصلات المياه كده، لازم تعرفيه على الواتساب. اما بالنسبة لخارج مصر هنديكوا الرقم ده بتاع اختكم ام زهير، او حد عايز يتواصل مع الاستاذة نجاة اللي معاها رقم مفيش مشكلة، يقول لها كيفية التبرع وهي تديكي حساب الذاكرات تحطي عليه على طول، وهم هيتعاملوا، هم ان شاء الله هيوصلوا لمصر، وهنصور لكم زي ما بنعمل على طول الشنط اللي اتعملت، وهنصور لكم وصلات المياه بفضل الله ان شاء الله، العشرات اللي هتتعمل ان شاء الله سبحانه وتعالى. يا بنات احنا عايزين نسارع، احنا عايزين نقول له يا رب، احنا يا رب ترضى عنا من اي جهة، اهو يا رب اللي هقدر عليه هعمله. يلا حبيباتي، يلا نسارع، يلا ايدينا في ايدين بعض نبني المجتمع، يلا ايدينا في ايدين بعض ندخل السرور على الاسر دي كلها باطعام الطعام ووصلات المياه. بجد احنا بنقول له يا رب بالاعمال دي نحن نريدك، نريد الجنة، نريد الرحمة، كما اننا نحسن ونرحم هؤلاء من اخواننا واخواتنا المسلمات. ماشي حبيباتي، يلا ننطلق زي الصاروخ. السلام عليكم ورحمة الله. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا.